الو. الو. السلام عليكم. مرتين دلوقتي؟ اصل كان عندي مشكلة في التليفون عشان كده. طب مشكلة في التليفون يعني انا رن وتقفل فكر حد بيعاكس يعني. لا ما بيعاكس ايه؟ هعاكس حد. اتفضلي يا ماما. مش مشكلة. سوري، اول حاجة يعني انا مدام سنة من المانيا، وعاوزة بس اسأل حضرتك يعني كم سؤال عشان هنا. الو بسمع حضرتك. حضرتك تسمعني؟ ايوه سامع. انا بتصل بالكنيسة يعني بتصل دلوقتي كنيسة العذراء. ربنا يخطئ. هو قفل لي. هو انا قلت له حاجة بيقول لي بتعكسي. هو انا هيعكس لي؟ عيب يقول كده اصلا. الو حضرتك قفلت في وشي. انا ما قفلناش في وشك، ده حضرتك الخط قطع. اوكي. اموري مش مشكلة. المهم حضرتك عارف بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. مشكلة. طب ممكن حضرتك اموري ممكن حضرتك انا عندي نص كده بيتكلم في الملوك 2:6-9. انت حضرتك عايز ايه بالظبط؟ عاوزة حضرتك بس تقول لي رأيك في النص ده. لو ممكن النص ده يكون وحي من عند يكون ايه؟ يكون وحي من عند الله. لو النص ده ممكن يكون من عند الله، او ممكن يكون كتبته ايد واحد كده ما عندوش حاجة يعملها، او ايد مجرم. النص بيقول في الملوك 2:6-26 بيقول: وبينما كان ملك اسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة اليه تقول: خلص يا سيد الملك. فقال: لا يخلصك الرب من اين اخلصك؟ من البادر او من المعصرة؟ ثم قال لها الملك، حضرتك خليك معايا في النقطة دي. ثم قال لها الملك: مالك؟ فقالت: إن هذه المرأة قد قالت لي: هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. فسلقنا ابني وأكلناه، ثم قلت لها في اليوم الآخر: هاتي ابنك فنأكله، فخبأت ابنها. يعني حضرتك النص ده أنا مرة وأنا يعني بشوف النص ده كنت يعني بناقش إخوة فيه يعني مسلمين، رجعته وأنا بتكلم. إزاي ممكن واحد ياكل ابنه او بنته؟ ازاي كتاب يتقال عليه مقدس؟ حاجات رمزية. هو ما لا الرمزية دي مش رمزية، عشان في التثنية 28-53 التثنية حضرتك. ايوه ما انا فاهم. بس حضرتك اسمعني بس. هنا التثنية ده اصحاح التشريع فيه: فتأكل ثمرة بطنك لحم بنيك وبناتك الذين اعطاك الرب الهك في الحصار والضيق التي يضايقك الى عدوك. ياكلهم يعني يذبحهم وياكلهم بالجسد؟ لا ياكلهم بالروح. ياكلهم في حاجة تانية روحيا. روحية. ياكل ايه؟ يعني حضرتك في الوقت لما بتكون جعان بتاكل، لكن ياكلهم بالجسد؟ لا طبعا ما فيش حد من احنا ربنا ما بتعملش. لا حضرتك هكمل لحضرتك الاصحاح الرقم. هكمل لحضرتك هنا التشريع. التشريع يعني الست اللي قتلت ابنها وطلقناه الى غير ذلك. يعني انا عندي طفلين، انا ممكن اشيل الحاجة من بقي انا اوديها لاولادي عشان ياكلوا. والله طبيعي. لكن الطبيعي هو اللي في كتابكم مش طبيعي، عشان ده يعني ده بيخالف الفطرة، فطرة الام انها تاكل ابنها. المشكلة مش ان الام تاكل ابنها والاب ياكل ابنه. المشكلة لو استمرت الحرب كل واحد هياكل التاني، يعني البشرية كلها هتتعدم كلها. يا استاذ يعني اللي معاك الكتاب ده هو من عند الله سبحانه وتعالى. ايوه طبعا كل الكتاب هو موحى به من الله. وصالح للتعليم والتوضيح الى غير ذلك، مش كده؟ بس حضرتك دلوقتي بتأكد ان الهك اله مش رحيم، عشان من الرحمة
ان الام والاب يعني بفكرة حتى القطة حضرتك لما بتشوف قطة حد بيقرب لها لأولادها بتعمل ايه؟ وإلهك في الكتاب المقدس بيقول كل بناتكم وكل أولادكم كل بنيك وبناتك الذي أعطاك الرب إلهك في الحصار والضيقة اسلكوا اطبقوا اعمل فيه. مفيش هنا روح. النصوص دي ما اتكلمتش على روح روحاني أو رمز، لا النصوص دي ده تشريع يا أستاذ. حضرتك انت فاهمة الكتاب غلط. لا انا ما فاهمش الكتاب غلط. لا المشكلة اني انا فاهم الكتاب كويس. حضرتك اسمك ايه؟ اسمي مدام سنة. مدام مين؟ سنة كده بالترجمة. طيب بص حضرتك في كتب، وهو الوقت هيطول والشرح هيطول في التليفون. في كتب للتفسير عاملها واحد اسمه ابونا تدرس يعقوب بتاع اسكندريه. طب حضرتك ما تفسرنيش ليه؟ مش حضرتك مسيحي؟ ما انا فسرت لك انا مسيحي وانت مسيحيه؟ لا انا مسلمه. طيب على عيني وراسي اهلا وسهلا. هو الكتاب بتاعنا فيه حاجات روحيه رموز ما ينفعش ان انا اطبقها حرفي او بالنص اللي جاله يعني. صح، زي انا والاب واحد ده كمان رمزي مش كده؟ زي انا والاب واحد دي كمان حاجة رمزية يعني مش بالمعنى اللي حضراتكم واحد. يعني حضراتكم لما بتشوفوا نص زي انا والاب واحد بتقولوا لا اصل النص ده هو شهادة على يعني دليل على ألوهية المسيح. حضرتك لا دي حاجة ودي حاجة. دي حاجة ودي حاجة يعني حضراتكم دي حاجة ودي حاجة يعني حاجة حضرتك. السؤال اللي حضراتكم ما تقدروش تجاوبوا عليه بتقولوا انه روحاني او كده وكده يعني دايما الهروب. انا لسه متصله دلوقتي. لا انا مش بهرب منك، انا مش بهرب من حضرتك مش بتهرب مني، حضرتك بتهرب من كتابك. ولا بهرب من كتابي. لا حضرتك بتهرب من كتابك. انا ما هربش من كتابي والكتاب كله موحى به من الله. وزي ما حضرتك جريتي وسمعتي صالح للتعليم والتوبيخ وكل اللي انت بتقوليه ده. يعني حتى لما كلم الرب هوشع وقال له خذ لنفسك امرأة زنا، يعني ده توبيخ ولا تعليم ولا ايه؟ ازاي الرب يعني يقول لهوشع خذ لنفسك امرأة زنا؟ ازاي نشيد الانشاد ده يكون صالح للتعليم والتوبيخ؟ حضرتك ممكن تقرا نشيد. انت حضرتك بتقول ان انت مسلمة صح؟ ايوه انا مسلمة الحمد لله. طيب الحمد لله ما قلناش حاجة. خليكوا في الكتاب بتاعك واقري الكتاب بتاعك وفهميه كويس وسيبينا احنا في حالنا. ليه؟ مش الكتاب المقدس بيقول فتشوا الكتب؟ ولا حضرتك بتروح على النص اللي بيقول على فهمك لا تعتمد ربنا اداك نعمة العقل؟ حضرتك مصممة ليه على المواضيع دي؟ لا ما حضرتك ده ايمانك، حضرتك تسأل الحاجات اللي نجيتيها يعني. لا يعني دي يعني حضرتك يعني مش راضي تتكلم من كتابك. حضرتك يعني مستحي من كتابك. انا ما استحيش من كتابي ابدا. طب قولي ليه لما خاطب الرب انت قال له خذ لنفسك امرأة زنا؟ بصي حضرتك انا مهما اشرح لك دي حاجات يصعب عليكي فهمها. لا انا بفهم كويس والله انا بفهم كويس. هتعرفي تفهمي مهما اشرح لك مش هتقدري تفهمي. ليه؟ هو الكلام ده بيكون لمين؟ مش للناس، مش الدين ده للناس كلهم. حضرتك انت مش هتقدري تفهميه. ليه لا؟ دي حاجات ما عنديش الروح القدس؟ ما عندكيش الروح القدس. حضرتك عندك الروح القدس؟ عندي الروح القدس. ممكن حضرتك تشرح لي نص الغرفات فتصاعد الغرفات؟ ممكن تشرح لي النص ده على ايه؟ ممكن تشرح لي نص الغرفات فتصاعدت صاعدا فصاعدا؟ ممكن تشرح لي النص ده ما دام حضرتك عندك روح قدس؟ انا عندي روح القدس. طب اشرح لي النص ده. روح القدس؟ لا طب اشرح لي. طب حضرتك اشرح لي. ايه بالظبط؟ اشرح لك ايه؟ واتسعت الغرفات واحاطت صاعدا فصاعدا لان محيط البيت كان صاعدا فصاعدا حول البيت، لذلك عرض البيت الى فوق وهكذا من الاسفل يصعد الى الاعلى في الوسط. ممكن حضرتك بروحك القدس تشرح لي النص ده بيتكلم على ايه؟ حضرتك مش موضوع الروح القدس يعني لازم اشرح لك يعني. دلوقتي يا اخوة اخوات دلوقتي بيقول لي انت مش بتفهمي عشان ما عندكش روح القدس. طب هو بيفهم عشان عنده روح قدس. لما قلت له اشرح لي بروحك القدس النص ده اللي هو تصعد الغرفات الى غير ذلك، فقال لي لا دي حاجة تانية. اسلوب جميل يا استاذ سيف. انا مسلمة واتصلت بالقس عشان يجاوبني على حاجات وهو ما عرفش ولا بروح القدس. يعني حتى الجوكر اللي عنده اللي اسمه الروح القدس ما استعملوش.
حضرتك دلوقتي بتقولي انت مش فاهمه ما عندكش روح قدس دلوقتي بتتهرب. في حاجات كتيره مش هتعرف تفهميها، فانت ما تحاوليش تغوصي في حاجات غير. طب اشرح لي حضرتك. مش هشرح لك عشان حضرتك مش عارف. ايه؟ طب ممكن الواحد يقول انه مش عارف، حضرتك نسيت النص اللي بيقول كونوا مستعدين. حكايه انا عارف ولا مش عارف، هو ما ينفعش ان انا اشرح لك. طب حضرتك ناسي النص اللي بيقول قدسوا الرب الاله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوضع عقب. حضرتك مش عاوز معلش حضرتك فيما بعد هتفهمي، انا مش هشرح لك وانت ما مالكيش دعوه بكتابنا وخليكي في كتابك. لا ما انا ليه؟ ليه؟ عشان انا بحثت عن الحق. خليكي في كتابك، انا بمسك. ممكن حضرتك تسال، مش مشكله، ممكن حضرتك تسال. مش هسال. طب ليه؟ خليكي في كتابك ودرسيه زي ما انت عايزه. حضرتك خايف مالكيش دعوه بكتابنا احنا. لا ليه؟ هو انا اصلا عارفه ان يسوع المسيح جه عشان بقت يعني كلاب اسرائيل ضاله. يعني حضرتك حتى الكتاب لو قلنا ان الكلام ده كله مش ليكم انتوا، حضرتك يهودي؟ لا انا مش يهودي. خلاص حتى الكتاب ده مش ليكم عشان الكلام ده كله كان لليهود. مين قال لك انه مش لينا؟ ده هو قال لك اذهبوا وكرزوا للعالم اجمع. وانا ابقى مين؟ مش انا من العالم ده ولا حضرتك انا كائن فضائي؟ مش انا من العالم ده؟ انت من العالم. طب خلاص. طب ليه لا؟ كده. ليه كده؟ هو الناس المسيحيين دلوقتي مش فاهمين حاجه. الروح القدس، ما هو انت ما في جواك الروح القدس. احنا خدنا الروح القدس من المعموديه. انت خدتيه منين؟ طب حضرتك جاوبني على نص الغرفات ما دام حضرتك عندك روح قدس. مش هجاوبك. يعني حضرتك مناقشه عقيمه تكمل مباحثات الغبيه فاجتنبها. لا انا بعرف ان كمان بيقول ممكن تيجي. بص هقول لك انا على حاجه افضل واريح ليا وليكي. انت ممكن تقعدي مع حد يكون كاهن او غيره ويشرح لك اللي انت عايزاه وتساليه على اللي انت عايزاه. طب انا سالت حضرتك وحضرتك ما جاوبتش. تسالي اي حد كده ما ينفعش. لا وسالت اكتر من كاهن وما ردش. خلاص انت سالت اكتر من كاهن وما ردش؟ خلاص ما فيش مشكله. طب حضرتك عاوزني يعني اعتمد ازاي وانا اصلا مش مآمنه بايمانك خالص اصلا؟ ما انت طب ما انت اديك انت قلتيها انت مش مآمنه بايماني يبقى تفهمي ازاي؟ طب ممكن حضرتك تقنعني؟ قولي. اقنعني. اقنعك؟ لا مش اقنعك، انا مش عايز اقنعك. ليه لا؟ مش قال كرزوا جميع الامم وكل حاجه حضرتك؟ معلش في ظروف انا ما ينفعش ان انا اقنعك بيها.